لاباس عليك؟ مثل هذه اللقاء، خصوصا ان الامر يتعلق بحفل تنبيه المجتمع الذي شارك في اسطول الصمود العالمي من اجل كسر الحصار عن غزه، ومن اجل الدفاع، من اجل طبعا فضح الجرائم الدوليه التي ارتكبها ويرتكبها الكيان الصهيوني بشكل ممنهج، والتي تتمثل في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة. الأرواح المطهرة والممسوكة بتراب الأرض وعشق الأزلي للذين تشرفوا وتشرفوا باحتضانهم من شيمهم أي الصهاينة، منهم أي من الشهداء، منهم من غادرنا إلى الشهادة، ومنهم من ينتظر حتى تحقيق الأمل. التنسيق على رأس السيد العميد لا الممارس ولا السابق، كيف هو اعتبار ومكانة السيد الأمين العام سيد النقيب بن عيسى المكاوي، نسأل الله عز وجل أن يبارك في صحته وفي عمره وأن يجعله إن شاء الله ذخرا لهذه العبرة ولرسالة محمد. في 4 نقاط موجزة حاولت أن أدون رؤوس أقلامها حتى أضع زميلاتي وزملائي في صورة هذه المشاركة. أتحدث عن الدواعي والتحديات بعجالة، عن التهديدات والمخاطر، عن دور وأهمية تمثيل اتحاد المحامين العرب في أسطول الصمود العالمي، ثم أخيرا ماذا حقق أسطول الصمود. لكون هذا الشاب مثل اتحاد المحامين العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. من داخل نادي المحامين بوجدة الذي شهد هذا اليوم وقفة أمام النادي دعما لمبادرة لاهاي للقانون والعدالة لدعم استقلال محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الإبادة الجماعية بالصهاينة. فبعد الوقفة شهد هذا النادي حفلا تكريميا لشخصي المتواضع شرفني به زملائي وزميلاتي بهيئة وجدة، وعلى رأسهم سيد نقيب هيئة المحامين، وكذلك السيد الأمين العام النقيب بن عيسى المكاوي أمين عام اتحاد المحامين العرب، وجمعية المحامين الشباب بهيئة وجدة، وعموم الزميلات والزملاء الذين حضروا لهذا الحفل التكريم. كانت الأجواء أجواء رائعة، أجواء تعبر عن روح الزمالة وعن رسالة المحاماة، وعن أن هذا التكريم هو في الحقيقة تكريم لقضية فلسطين، وتكريم لجميع مشاركي ومشاركة أسطول الصمود العالمي من ضحى وخاطروا بأرواحهم وبأنفسهم وبأوقاتهم من أجل أن يوصلوا رسالة العالم، رسالة أحرار العالم. فلهم كل منا كل التقدير والاحترام والاعتزاز، وحتى نرى فلسطين محررة من البحر إلى النهر. مرحبا مرحبا. كان هذا اليوم تكريم من طرف اتحاد المحامين العرب ممثلا في السيد الأمين العام، وكذلك تكريم هيئة المحامين بوجدة، وتكريم جمعية المحامين الشباب بهيئة وجدة. فلهم كل منا كل الاحترام والتقدير على تكريمهم لشخص المتواضع الذي هو في الحقيقة احتفاء وتكريم لقضية فلسطين، لأهلنا في غزة، تكريم لعموم المشاركين والمشاركات في أسطول الصمود العالمي، والذي كانت من خلاله رسالة المحاماة حاضرة، كانت فاعلة ومتميزة من داخل هذا الأسطول الذي حقق أهدافه الإنسانية السلمية.